انا عندي خيار اني ادمر البلد ولا اقف 10 15 ساعه قدام صندوق الانتخابات، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا استاذ عادل اعمل ايه؟ اقف 10 15 ساعه قدام صندوق الانتخابات. اولا انت بتعبر عن ذائقه شعبيه الان، يعني بالفعل الناس شايفه ان هذا الرجل هو بطلها المطلوب. طبعا مظبوط. اذكرها في حاجه في ابريل 2013 حدث ما يسمى تفتيش حرب، وكان الفرقه التاسعه في الفرقه التاسعه في تشهر. أيوة. وكان تظاهره اعلاميه وشخصيات عامه الى اخره الى اخره. والفريق اول السيسي القى خطاب في هذا اليوم انا سميته دش بارد على رؤوس الجميع الذين كانوا ينتظرون منه خطبا اكثر وضوحا واكثر يعني اكثر تحقيقا وثارت بينه وبين الاستاذ رجاء عطيه والاستاذ عادل امام على مشهد من الكل محاوره حول هذا الخطاب. انت ساكت ليه؟ كان الخطاب في ظني انه نوع من التمويه الاستراتيجي لجأ اليه الفريق اول السيسي، بدليل انه واحنا قاعدين في الغداء قال لنا ايه؟ ما تستعجلوش، وكررها 3 مرات. ما تستعجلوش، ما تستعجلوش، ما تستعجلوش، ما تستعجلوش. طب ما انت كده متاكد ان كانت هناك نوايا انقلابيه؟ لا، كانت هناك نوايا انقاذ الشعب المصري من حكم يهدد به حرب اهليه. جميل جدا جدا جدا. انا وانت كده بعد الحلقه ديت هنسمى لاعق البيئه.